الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين. أحبابي في الله، في درس جديد من عالم الأرواح والأشباح. اليوم غادي نتكلم على موضوع مهم كيهم بزاف ديال الناس. اليوم الموضوع ديال الخلوة الروحانية بلا شيخ، أكبر فخ طاقي كيدخلوا فيه الطلبة، وعلاش كتولي ضحية للجن وأنت كتظن راسك وصلتي للنور. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في هذه الحلقة المهمة بزاف، واللي غادي نحاولوا فيها نكشفوا وحدة من أخطر المغالطات اللي ولات كتنتشر بزاف في الساحة الروحية، وهي أنك تقدر تدير خلوة روحية بوحدك بلا شيخ، بلا علم وبلا توجيه، وتخرج منها واصل. بزاف ديال الناس كيطيحوا في هذا الفخ وكيبقاو محاصرين سنين وهما ما فاهمينش شنو وقع ليهم، حتى كيتحول البحث ديالهم على النور إلى رحلة وسط الظلام والوساوس والجنون. أجي نكون واضحين من الأول، الرغبة في التقرب إلى الله والإحساس بالغربة الروحية وسط هذا العالم المادي إحساس نبيل. كاين اللي كيبغي يهرب من ضجيج الحياة، من الحزن، من الهم، من الوسواس، وكيقول غادي ندخل في خلوة، نتأمل، نصلي، نذكر، نبكي، نطلب الفتح من الله عز وجل. ولكن واخا تكون النية صافية بحال الماء، إذا دخلتي بلا علم راك غادي تشرب السم وأنت كتظن راسك كتشرب الدواء. شوف، الخلوة الروحية ماشي رياضة عقلية، وماشي تحدي ذاتي، وماشي مجرد عزلة باش نرتاح. الخلوة بوابة. إيوا فكر معايا، منين كتسد على راسك كتطفي الضوء، كتنوي تتواصل مع العالم الروحي، راك حرفيا كتحل بوابة طاقية في هذا العالم، وكتنادي عوالم خفية باش تتواصل معك. واش كتظن بأنك غادي تلقى غير الملائكة والمبشرين؟ راه في هذا العالم كاين الجن، كاين الأرواح العالقة، كاين أرواح الموتى، كاين كيانات خادعة، كاين دوائر شيطانية كتحاصر أي واحد كيطلب النور الإلهي. كاين واحد النوع من الجن السفلي خبيث ما كيساينش تسب أو تسحر باش يدخل ليك، لا راه كيدخل ليك من باب النور. كيبدا يعطيك إحساس بالطمأنينة، كيوهمك بأنك قريب من الله، كيسمع ليك، كيبان لك بحال النور، بحال شي ملك، ولكن في الحقيقة كيكون كيتغذى على الضعف ديالك وعلى الطاقات اللي كتلقى وانت في العزلة. واش عرفتي بأن أي شخص كيدخل الخلوة بدون تحصين روحي، بدون علم وبدون إشراف، كيولي كأنه طفل صغير داخل الغابة عامرة بالدياب؟ كيبدا يسمع أصوات، يحس بحضور، كيشوف رموز، كيتفسر ليه الحلم بحال الرؤية، كيولي يعتقد بأنه مفتوح وأنه واصل. ولكن راه هاد الشيء ماشي واردات ربانية، بل واردات شيطانية مقنعة. كاينين بزاف ديال القصص ونعطيكم وحدة منهم. شاب بغى يتوب وبغى يصفي قلبه، سمع على الخلوة، دارها بوحدو، بيت مظلم، صايم، ساكت، كيصلي. ولكن من بعد 3 أيام بدا يسمع صوت كيقول ليه راك ولي الله.
خاصك تعتزل الناس راهم ضالين. بدا يكتب طلاسم بلا ما يتعلمها، بدا يسمع في ودنيه كلام غريب، بدا يحس بطاقات كتحرك في الجسد ديالو، وكل نهار كيزيد يعزل راسو حتى ولا ما كيهضرش، ما كينعش، ما كيبغيش يشوف حد. واليوم تايه ضائع وما كيتفاهم لا مع الطبيب لا مع الراقي، حيت اللي دخل فيه ماشي مرض نفسي وماشي سحر عادي، بل تلبس عن طريق خلوة بلا علم. أخطر ما في الأمر هو الغرور الروحي. كيبدا الإنسان يحس براسو فوق من الجميع، كيسمع رسائل، كيتخيل بأن الكون كيهضر معاه، وكيبدا يرفض أي نقد وأي تدخل، وكيقول أنا عارف، أنا مفتوح، أنا ماشي بحالكم. وهذه أخطر منزلة كيوصل لها المريد بلا شيخ، حيت منين كتفقد التواضع كتسد على راسك، وكتولي ضحية لإبليس لعنه الله، وكتولي كتغذى روحيا من كائنات خفية، راه كتولي في خدمتهم وانت كتظن راسك خادم لله. الحقيقة خوتي هي أن الخلوة مشروع كبير، بحال بناء دار، خاصك المهندس والمعلم والخرائط والرخص والمعايير، وإلا راك كتحفر قبرك بيديك. والشيخ الروحي الحقيقي راه ماشي مجرد رجل دين، راه دليل، حارس، طبيب طاقي وعارف بالأسرار، راه فقيه في المداخل والمخارج، كيشوف الحالة ديالك، كيعرف واش عندك استعداد حقيقي ولا مجرد فضول، وكيعرف يردك للطريق إلا بدا الخطر كيقرب منك. الشيخ كيعرف شحال خاصك تبقى، شنو تقول، شنو ما تقولش، شنو تغلق عليك وشنو ما تقيسش. كيعرف اللحظة اللي خاصك تخرج، كيراقبك من بعيد باش ما يطيحش راسك في الغلط، ولا تفتح بوابة وتبقى عالق فيها. وحتى منين كتخرج من الخلوة خاصك ترتاح وتفرغ الطاقة وتفهم الرموز وتعرف شنو استقبلت، حيت ماشي كل شي نوراني هو من الله، وماشي كل حلم فيه ضوء راه رؤية صالحة. بعض المرات حتى الصلاة في العزلة كتبان لك صافية، ولكن ممزوجة بطاقات خفية، خصوصا إذا كانت الخلوة في مكان ملوث طاقيا، أو كنت حزين أو غاضب أو مفتوح الطاقات بلا تحصين. بعض الناس كيبقاو شهور وما كيعانيو، طانين في الأذنين، أحلام مفزعة، حرارة في مناطق غريبة، وساوس لا تنتهي، نوبات بكاء بلا سبب، نفور من الناس، وحتى بعضهم كيبدا يسمع أوامر من كائنات غريبة. وكل هاد الشي جا من نية زوينة ولكن تطبيق خاطئ. إيوا دابا سول راسك علاش باغي دير الخلوة، واش فعلا باغي تقرب الله ولا باغي تشوف شي حاجة خارقة؟ واش باغي ترتقي ولا باغي تحس بشي طاقة خارجية؟ هاد الأسئلة راها مهمة، لأن النية ماشي كل شيء، خاص النية والعلم والتواضع والدليل وأيضا الإذن. الخلوة ماشي تجربة كيديرها أي واحد، الخلوة هي عهد وعبور وفتح، ولكن مفتاحها هو الشيخ العارف بالله. وإلا درتيها بوحدك راك كتحط راسك وسط عالم خفي، كاين فيه الضوء ولكن كاين فيه الظلام اللي دكا منك. الخلوة ماشي شي حاجة سهلة باش أي واحد يدخل ليها، لأن أغلب الخلوات كتكون بعزائم أو أقسام، وهاد العزائم والأقسام خاص الشيخ اللي يكون عنده دراية بهم ويعطيك الإذن ويراقبك بالكشف عن بعد. أما الخلوة النورانية فهي أخطر، مثلا تدخل
باسم أسماء الله الحسنى أو آية أو صورة من صور القرآن الكريم. هنا أول عدو كتلقاه هو القرين ديالك، لأن القرين كما كنعرفو هو اليد اليمنى ديال إبليس لعنه الله، والمهمة ديالو الوسوسة والضرر والشر. إذن ما غاديش يخليك تقطع البحر وينشفو رجليك. طبيعة الحال غادي يبداو يبينولك خوارق بأنك وصلتي، بأنك عندك قراءة الأفكار، بأنك أي حاجة كتنويها كتوقع، أي حاجة شفتيها كتوقع. هادشي كله من الباب ديال الغرور، وهذا هو المدخل الأول ديال الأبالسة لعنهم الله. منين انت كتحس براسك بأنك بديتي كتشوف هاد الأمور أو كتحلم رؤى وكتوقع فعلا، كون على يقين أنك طحتي في فخ كبير، لأن هذا أول استدراج، أنهم كيفرشوا لك باش يخرجوك من الخلوة النورانية ويدخلوك في عالم الوهم اللي هو عالم السحر. كما كنلاحظوا واحد العادات دابا ديال الناس في المغرب ولات ظاهرة كبيرة، ظاهرة ديال عبادة الجن في الأضرحة. وهاد الأسماء الوهمية حقيقة هي أسماء وهمية وما عندها حتى شي علاقة بالواقع. أسماء كتسمعها في الأضرحة، لميمة، عيشة، ملكة، البوهلي، ميمون، هذه كلها أسماء ما عندها حتى شي علاقة بالواقع. شكون اللي كيتقمص هاد الأسماء؟ هما طواغيت الدم، وهما من الأبالسة الكبار في العالم السفلي، وعندهم آلاف السنين ودوزوا أجيال وأجيال، وديما كيتقمصوا شخصيات على حسب الأجيال وعلى حسب الأفكار الرائجة بين الناس. هذا الموضوع خطير بزاف، وإلا لاحظتوا أن كاع اللي كيعبد الجن وكيعبد أسماء الجن والملوك الجن كتلقاو حتى الوجه ديالو والصفة ديالو فيها شر كبير، وحتى الطريقة ديال الكلام ديالو مع الناس فيها واحد النوع ديال الغرور وديال العجرفة والطغيان. وهاد الصفات كلها هي صفات ديال الجن السفلي، الطواغيت السفلية، لأن ما عندهم لا أدب لا احترام لا تقدير لا تواضع. ملي كيولي الإنسان كيتشبه بهم يكون على يقين أنهما اللي مسيطرين على الجسد ديالو والعقل ديالو وغيأديو به للهاوية. هاد الناس اللي كيديروا الطقوس كيعبدوا الأضرحة كيدخلوا في واحد الدوامة بدايتها أنهم عندهم البركة، أنهم كيعالجوا الأمراض، أنهم كيكشفوا، أنهم كيديروا الخير، ولكن في الحقيقة هاد الشيء كله كذوب. هاد الناس الباب الوحيد ديالهم هو السحر والتفريق والجلب والأمور الضارة مثل التمريض. هاد الخدعة كيخدعوا بها بزاف د الناس بكلمة واحدة، هي عندي جواد ربانيين. نقدر نقول لكم في هذه النقطة أن كلمة رباني هو أنك تكون من أولياء الله، يكون عندك جنود من القرآن الكريم، من خدام الصور. كيف يعقل أنك أنت ما كتصليش حتى الصلاة، حتى الوضوء ما كتعرفوش، كتمشي دير طقوس شركية في الأضرحة، كتعطي ذبائح للجن، وكتولي عندك خدام ربانيين وعندك جواد ربانيين؟ هذه حتى منطقيا الانسان الى فكر بالعقل ديالو غيلقى بان هاد الخزعبلات
اللي انتشرت ما عندها لا ساس ولا راس. حقيقة أنا كنحيي الشباب ديال هذا الجيل أنه طلع واعي بواحد النسبة كبيرة، ولاو كيحاربوا هاد الظاهرة ديال الشعوذة في الأضرحة وهاد الطقوس الشركية اللي أغلبها من النساء هما اللي كيمارسوها للسيطرة على الرجال وأكل أموال الناس بالباطل. ما عندهم حتى شي علاقة بالعلاج لا من قريب ولا من بعيد. الإنسان خاصو يتقى الله ويشوف بأن الموت كتسناه، وبأن القبر والضيق ديال القبر صعيب. لذلك الإنسان يراجع راسو مزيان، إلا ما عنده حتى شي دراية في شي حاجة يبعد منها، ويطلب الله سبحانه وتعالى يفتح عليه فتوح العارفين، من حيث إلا كنتي متقي الله القلب ديالك صافي كتبغي الخير الناس، راه ربي غادي يفتح عليك أبواب المعارف الكبرى، ماشي الخزعبلات وعود الدم والأضرحة والطبوقة الجن وهاد الخرافات اللي كتكاثر يوما بعد يوم. الخلوة كما قلنا هي اتصال روحي مع كائنات خفية. إلا ما عندكش الشيخ، ما عندكش الدليل، ما عندكش اللي غادي ينبهك واللي غادي يرشدك في هذا الطريق، كون على يقين أن الأعداء راهم كيتسناوك، مجرد تنوي راهما معك. ولا دخلتي راه كاين واحد النسبة كبيرة أنك ما غاديش تخرج، ولا خرجتي يمكن تخرج مجنون يعني حمق. وحتى إلا دخلتي في الخلوة بالإذن ديال الشيخ وخالفتي شي حاجة من الكلام اللي قال لك ومن الأوامر اللي قال لك، كون على يقين أنك غادي تهلك في عقلك. لذلك هاد الأمور راه ماشي ديال اللعب وماشي ديال كل من هب ودب، أمور كبيرة والأرواح كتعرف مع من كتعامل. ولا ما عندكش الصبر وعندك اليقين وعندك التقوى، كن على يقين أن الأرواح السفلية غادي تلعب بك بحال الكرة. أحبابي في الله، نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الإعجاب ديالكم. في مزيد من المواضيع إن شاء الله التكميلية. اللي عجبو هذا الفيديو يخلينا في التعليقات أي سؤال، يمكن لكم تتواصلوا عبر الرقم الموجود في الشاشة. الرقم الوحيد ديالي 066 19 55 26. هذا الرقم الوحيد ديالي. أزيد من 25 سنة ما كيتبدل ما كيتغير، باش تردوا البال، بحيث واحد العدد شفتهم خداو الفيديوهات ديالي وبداو كينشروهم بالارقام ديالهم للنصب على الناس. اذا الحذر من هذه الفئة المخادعة. احبابي في الله، في درس جديد ان شاء الله، نتمنى لكم الصحة والعافية ودوام الرزق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودمتم سالمين.